السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل توابل زمان الموفرة. معايا 4 معالق كبار من الفلفل الاسود، ومعايا نص كوباية من الملح. هبدأ ان انا اخلطهم على البوتاجاز لغاية ما بيبدأوا يسخنوا، ولغاية لون الملح ما بيبدأ يغمق، طبعا مع التشويح المستمر والتقليب المستمر عشان ما يتحرقش منه. هنا بعد كده بسيبه لغاية ما يبرد، وبعد كده ببدأ اطحنه. ده بيستعمل في تسوية الطيور، دي وصفة قديمة اصلا. وبعد كده ممكن ان احنا نسوي الطيور ونحمرها وبنرش عليها. ريحة الاكل ده بترجعنا لايام زمان، وما شاء الله جميلة وموفرة، وكمية بسيطة اللي احنا استعملناها طلعت كمية كبيرة. دي وصفة قديمة جدا بس حاجة موفرة في بيوتنا يعني. هنا معايا الخلطة التانية. هبدأ معايا كوباية ونص كزبرة، وكوبايتين من الملح، و5 معالق كبار من الكمون الحصى. هبدأ ان انا اشوحهم. كل ما بيكون لون الملح اغمق وبنفضل نقلب فيه، كل ما بتكون ريحة التوابل دي جميلة. الخلطة دي هبدأ بعد كده ان انا اضيف لها الشطة الحمراء الناعمة. في الوقت ده الشبابيك مفتوحة، مفيش اطفال، مفيش حد عنده حساسية يكون في البيت، لان ريحتها بتكون صعبة جدا. بعد كده بسيبها تبرد. وصلنا للون اللي احنا محتاجينه، لون الملح اتغير عن اللون الاولاني. سيبها تبرد، بعد كده بطحنها. دي طبعا بتستعمل في تتبيلات السمك، مع البطاطس المحمرة، في الطبخ، مع النودلز، مع اي حاجة، الاكل اللي هو الحرش، الاكلات الشعبية. ما شاء الله كمية ادت معايا كمية كبيرة. هنا انا ما زودتش الملح، ممكن كنت ازود الملح مع الكمية دي، لكن انا ما حبيتش ازود الملح فيها اكتر من كده، حبيتها تكون مركزة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.